شوف محمد صلاح، ما تحاولش تخسر العميد ولا تحاول تخلي العميد يخسرك. العميد باقي حتى تصفيات المؤهلة لكأس العالم. طبعا أنا فهمت محور كلام يورجن كلوب على انضمامك لمعسكر المنتخب الوطني، وهو بيقول توخي الحذر في انضمام محمد صلاح للمعسكر المنتخب الوطني. بمعنى ايه مثلا؟ ما هو بيشارك معاك في التدريبات يورجن كلوب. بمعنى ايه ان نتوخى الحذر انه ينضم لمعسكر المنتخب المصري؟ الا غير انك تقصد صلاح مع ليفربول بيلعب مع منتخب عالم، ما ينفعش اوديه لمنتخب مصر. اهلا وسهلا. طب ما حضرتك منتخب عالم تمام، ما بتلاعب منتخبات عالم. سبارتا براغ منتخب عالم، المباراة امام السيتي منتخب عالم، السيتي بيضم لعيبة كبار ومنتخب عالم ايضا، يبقى بيلعب منتخب عالم ضد منتخب عالم. يعني كده في الحالة دي صلاح لو هو مصاب ما ينفعش يلعب ضد لعيبة منتخب عالم. ايه بقى الفارق انك ترجعه لمعسكر منتخب بلده لما يكون حالته الصحية والبدنية تمام ما فيهاش اي مشكلة؟ محمد صلاح في المباراة اللي صبت فيها امام الكونغو، طبيب المنتخب نزل ارض الملعب لك وبص في حياتك وقال لك كمل ابو صلاح. انت قلت له لا، قال لك كمل طبيب المنتخب، انت ابو صلاح قلت له لا. عاوز اسمع منك كلمه لا ليورجن كلوب. انضمامك لمعسكر منتخب مصر ده شرف ليك في حاله انك انت صحيا وبدنيا تمام. العب مباراه سبارتا براغ في الدوري الاوروبي، العب مباراه مانشستر سيتي، يبقى ما فيش محاله الا غير انك تيجي لمعسكر المنتخب المصري. ما لعبتش المباراتين دول يبقى كده المصريين كلهم يشفعوا لك. على فكره انا كنت دايما بتكلم عليك انك محمد صلاح اسطوره، وفعلا انت اسطوره، ولكن الموقف دون ممكن يرجعك للصفر. انك انت تستغنى على منتخب بلدك دون ممكن يرجعك للصفر. خلينا في النادي الاهلي واخبار النادي الاهلي قبل لقاء القمه في نهائي كاس مصر بالسعوديه. الاهلي ياخذ توقيع احمد رمضان بيكهام من سيراميكا كليوباترا ويستغنى عن محمود متولي، ودون انا اللي شايفه غريب بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيستغناش عن لعيبته كده بالطريقه دي، دايما بيستنى لما تجي لهم عروض وعروض تكون مناسبه حتى يتم بيعه او الاستغناء عنه، ولكن يستغنى عنه كده بضلك دون عرض او نادي يلعب له. دي انا اللي بالنسبه لي غريبه من النادي الاهلي. نادي الزمالك المدير الفني بيقول له هنفوز على النادي الاهلي في نهائي كاس مصر، ودون مسموح لاي طرف، لاي لاعب، لاي نادي، لاي فريق ممكن يقول لك انا هفوز. مش المشكله اني انا اقول انا هفوز، المشكله ارض الواقع هتقول ايه. نهائي كاس مصر الاهلي والزمالك في السعوديه انا شايف انه ينتهي بضربات ترجيحيه، لان الفريقين مستعدين لبعض تماما، والفريقين الكبار او اهلي وزمالك التوقعات بتكون فيها صعبه. حتى كلمه اني انا بتوقع انه ينتهي بضربات ترجيحيه انا شايف برضك لا، المباراه او ارض الواقع حتكون غير تفكيرنا احنا خالص. بالنهايه نتمنى يكون ديربي او نهائي مصدر ثقه للمنتخب الوطني بين الاهلي والزمالك على الاراضي السعوديه، والاراضي السعوديه تفتخر بان النهائي كاس مصر بين اهلي وزمالك يكون على ارضهم.